السلام عليكم. النهارده هعمل لكم احلى فطيره بالفراخ. وقبل ما نبتدي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على رسول الله. انا حطيت زيت ونزلت عليهم بقطع الفراخ، انا مقطعها مكعبات، وبعد كده نزلت عليها بالحليب. انا كنت مستعجله قوي فعملتها بسرعه، ونزلت عليها بالخل، ولما شربتهم زحتها على جنب، وحطيت نقطتين زيت، ونزلت عليه بالبصل والثوم، وقلبتهم لحد ما دبلوا، وابتديت اقلبهم مع الفراخ. ما شاء الله، حطيت رشة سكر، حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت قرفة، حطيت بابريكا، وحطيت مستردة. دي وديتها في حتة تانية خالص. جبت طماطماية، خدت اللحم بتاعتها، وحطيت فلفل احمر واخضر كانوا متفرزين عندي. ودلوقتي جبت لفة الجلاش، جبت الصينية، حطيت فيها السمنة، وحطيت على السمنة رشة بيكنج باودر، وابتديت احط ورقتين ورقتين وادهنهم. وفي النص حطيت الحشوة. ما شاء الله، ريحتها تجنن تجنن. وفردتها وحطيت عليها الجبنة الموزاريلا. والتركية بتاعتي بقى اللي متعلماها من ماما، ان انا باخد ورقتين بقطعهم كده واحطهم في النص. دي بتدي هشاشة للجلاش، وبتديها كمان ارتفاع حلو جدا. وقفلت الجلاش وقطعته، وعملت له التشريبة بتاعته، لبن وبيض وملح وفلفل ورشة بيكنج باودر، وسبته يتشرب شوية. وحطيت عليه السمسم، وحطيت عليه حبة البركة، الجبنة الموزاريلا، ودخلتهم الفرن يحمر. ما شاء الله على الريحة، مش عايزة اقول لكم الريحة تجنن. الفطيرة طالعة تحفة. لو عجبتكم لايك وشير وقلب ودعوة حلوة. ما تنسوش تشتركوا معايا على قناتي. ربنا يحسن ما بين ايدينا. شايفين طالعة عاملة ازاي؟ خطيرة. سلام عليكم.